معانا البلوجر شافعي كيلاني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ شافعي. مساء الخير عليكم، ومساء الخير استاذه مروه، ومساء الخير على ضيوفك الاعزاء. اهلا اهلا وسهلا بيك. بك. نورت استوديو قناة الحدث وبرنامج الحكاية فيها هي. منورين بيكم ومنوره بكل الضيوف الكرام، وشكرا على الدعوه الكريمه. انتم وانا تحت امركم في اي اسئله. انت سامعني كويس؟ انا سامع كويس. نعم. تمام، انت منورنا يا استاذ شافعي. وعايزين بقى نقول الحكاية فيها ايه. آه، انت عامل قلق ليه على السوشيال ميديا وعامل بلبلة ليه مع الشباب؟ لا ابدا، انا مش عامل بلبله ولا حاجه. الاول يعني انا حبيت ان انا ادق ناقوس الخطر. اول حاجه كل التحيه للمراه المصريه، ده بصفه عامه يعني. وهي امنا واختنا وبناتنا. لكن لما بيكون فيه تاثر في بعض الحاجات المعينه، او حصل بعض المتغيرات نتيجه مثلا موضوع بعض الاعلاميات مثلا اللي بيعملوا عمليه تحريض ضد الرجل، الموضوع القانون اللي ضد الرجل المصري بصفه عامه. انا هنا بدق ناقوس الخطر لما بقيت اشوف. يعني انا رحت، انا متزوج الحمد لله من تونسيه، وعلى فكره هو نصيب اولا واخيرا. اكيد اللي انا طبعا. بتكلم اكيد احنا متفقين مع اللي انا حضرتك ان هو نصيب. بس احنا عاوزين نعرف القصة من اولها عشان بس السادة المشاهدين وضيوفنا يبقوا فاهمين الموضوع فيه ايه من اوله. حضرتك كنت متجوز واحدة مصرية، تمام؟ انا كنت متجوز واحده مصريه، وما حصلش نصيب وحصل اختلاف. ده اختلاف طبيعي اي بين اي زوجين. وهي مش دعوه يعني اولا واخيرا انا ما بعملش، اذا كان في حاجه شخصيه انا ما بعملهاش على كل الناس. لان زي ما قلت لحضرتك في ستات كتيره جدا كويسين، ولكن انا بتكلم على البعض اللي بينساق وراء الدعوات في تخريب البيوت. وده من خلال مثلا بعض النهارده بقى في سهوله في موضوع الخلع، ان الزوجه مثلا تلجا الى قانون الخلع. وده بقى منتشر، وده حصل عمليه ان احنا شايفين الكلام ده. على سبيل المثال انا فيلم اريد خلعا بتاع الاستاذ اشرف عبد الباقي والكلام ده، ان هو النهارده ناقش القضيه دي، وفي الاخر ان من خلال الاعلام اللي هو سواء العمده او مرات العمده او كده بتبدا يتاثر ووصل الكلام ده للارياف. ايوه. والنهارده مع انفتاح السوشيال ميديا، النهارده الراجل المصري بقى فيه بيشوف آه، انفتاح النهارده السوشيال ميديا، النهارده بتشوف السوريه، بتشوف المغربيه، بتشوف الجزائريه، بتشوف الروسيه. فبقى فيه غير زمان. زمان ما كانش في حاجه. فالنهارده الراجل بيشوف ايه اللي بيريحه، وايه اللي بيرتاح ليه، خاصه مع الظروف الاجتماعيه اللي حصلت. موضوع غلاء المهور، موضوع الذهب، موضوع القايمه اللي هي بتاثر على الراجل المصري، تمام، وسيف على رقبه الراجل المصري. موضوع ان القايمه نفسها ممكن الزوجه تعمل عمليه تبديد ايوه، في الزوج المصري. بيكون فيها في حبس، نفس بيكون فيها الوقت حبس. ايوه. في حد يا ايوه. استاذه مروه، ايوه. نفس ما اعرفش علشان مثلا ست اطباق و10 حلل ومش عارف كام طبق بعد 20 سنه عايزين نفس الحاجه. مش المفروض في اهلاك زي اي يعني حاجه؟ انا افهم من كده يا استاذ شافعي ان حضرتك خضت التجربه ديت من اجنبيه او تونسيه علشان انت مش عاوز تخاطر تاني مع زوجه مصريه. بالظبط، لان انا شفت من خلال القانون ومن خلال العادات والتقاليد، زي ما الدكتور قال في الاول كده، ان ايوه. انا شفت بعض الزملاء ليا، انا شفت التجارب. انا كنت خايف ان انا افوت التجربه مره ثانيه، ان انا اتحط تحت ضغط نفسي مره ثانيه. ان انا شفت واحده تكون مثلا، يعني انا شفت ناس زملاء ليا الزوجه الثانيه طلعت اسوء من الاولى، لانها بتشوف الزوج تحت ضغط نفسي. بتكون واخده هو خبره. خدت الخبره قاعده كده. يعني خدت كل بالظبط. القصه وبدات تطبق من بعدها. بتقول بقى لا، ده انا عايز امن نفسي، اكتب لي شقه، اكتب لي عربيه، اكتب لي الارض، اكتب لي ما اعرفش لما تتجوزي. واذا كان الراجل اخلاقه كويسه، واذا كان الراجل كويس، في الاخر عيشي شوفي انت عايزه ايه. وفي الاخر خدي ميراثك الشرعي اذا لا قدر الله اذا الراجل ده جرى له حاجه. الحاجه الثانيه من خلال برضو اللي انا شفت
استاذه مروه، ان الزوجه المصريه وانا قلت لك لها كل الاحترام وكل العادات والتقاليد، بس النهارده دور المدرسه ودور الاعلام ودور الخطاب الديني ودور ودور البيت الوعي، الام والاسره دور المصريه. البيت والام. فبقى سهوله قوي قوي قوي، سهل جدا انها بتدور على عمليه الطلاق، وبقى الجواز صفقه، تيجي تتجوز الجوازه الثانيه صفقه، الجوازه الاولى صفقه، وبقت سبوبه زي ما الدكتور اتفضل وقال. لا النهارده لما صفقه. بروح مثلا ايوه، في هو انا قصدي يا استاذ شافعي طلبت مني ان في حاجه. امهات بتقول اتطلقي واجوزك غير واجوزك سيد سيد والكلام ده. بالظبط بالظبط ايوه ايوه. بالظبط. الحاجه الثانيه انا بتكلم عن الموروث الثقافي، الموروث الثقافي من خلال الافلام، من خلال المسلسلات. على سبيل المثال مثلا لو شفتي نكدي عليه، اعملي عليه ما اعرفش ايه عشان تاخدي تربيه الاولاد. ايوه، للاسف اربطيه بالعيال. بعد كل خطيب العيال ايوه النهارده، شوف الزوجه تحولت الى زينب في مسرحيه العيال كبرت الست زينب، والراجل تحول الى رمضان السكري. بعد ان هو بقى عباره عن بيت الام، ان هو بيصرف. انا جالي شكوى، انا على فكره انا لا اشجع ان الناس تطلق وتتجوز تاني، انا ضد الفكره، يعني ايوه. بتقول لا انا لا ادعو. انا بقى بقول يا ريت نغير من ثقافتنا، يا ريت ان احنا نحاول نشوف ايه المشاكل ونحلها، نشوف الجرح ونحاول نعالجه. النهارده لما الاقي الست مثلا هناك بيعملوا عمليه تسجيل للزوج، ادخلوا على اي حد متجوز من معانا زوجة الاستاذ شافعي، صورته على الهواء اهي. انت لابس بقى اللبس التونسي والزي الرسمي بتاعهم هناك. ايوه انا حبيت ان انا اخد التجربه، حبيت اتجوز بالعادات والتقاليد التونسيه والترحيب. لا ايوه انطلب مني قايمه، ولا انطلب مني مؤخر، ولا انطلب مني اي حاجه. قال احنا بنشتري راجل، احنا ايوه. عايزين راجل يخاف ربنا. وفي نفس الوقت عندهم حاجه، هم عندهم حاجه واحده، حاجه واحده بس، اللي هم ما فيش عندهم تعدد. لكن في نفس الوقت عندهم لو هي الحاجه الوحيده اللي مطلوب من الزوج بعد الطلاق اللي هي النفقه. لكن لو انفصلوا الزوجين كل واحد ياخد حاجته. ايوه، كل اللي جايب واحد كوبايه ياخدها. اللي جايب كوبايه ياخدها، اللي جايب حاجه ياخدها. لكن في الزوج عندنا في ضغط وعبء نفسي رهيب على الزوج تمام. او على الزواجه الثانيه، وفي طب نفس يا الوقت دكتور المراه وائل، لو هرمونات حابب تسأل هرمونات استاذ شافعي، معانا هرمونات. دكتور وائل نجم، يا استاذ شافعي. سكرتير مفوض ايوه يا استاذ الامم شافعي، المتحده انا طالما للاعلام. ازاي حضرتك عامل ايوه. ايه؟ وحضرتك وظيفه حضرتك ايه اصلا؟ انا مدير مبيعات في شركه دهانات السعوديه. تمام، يعني انت حضرتك مقيم في السعوديه. انا كنت في المدينه المنوره يا فندم. ماشي يا باشا، سلامنا لرسول الله عليه الصلاه والسلام. بالصلاة والسلام. بص حضرتك، هو احنا عندنا شويه تعديلات او حزمه من التعديلات في قانون الاحوال الشخصيه. عاوز حضرتك بس لو انت اسيء اليك في اي حاجه، او انت شايف عندك تجربه مريت بيها، اما تيجي تحكي التجربه بتحكي النتائج بتاع التجربه، مش عشان التعميم. لان احنا اولا هو في كل الاحترام لجميع السيدات على مستوى العالم كله، يعني سواء مصريه او طبعا. اجنبيه. اللي انا قلت ولكن بنت بلدي انا لازم احميها من كل حاجه موجوده، او من كل كلام ممكن يتقال عليها. انا النهارده عندي في بعض من الناس عندهم مغالاه في المهور، في بعض من الناس بيعتبروا ان الزواج سبوبه، ولكن ديت مش النسبه العامه، ده جزء بسيط حالات جدا، استثنائيه، مش ولا قاعده يعمم مش على قاعده. الجميع. ايوه دي ايوه. واحده الزمر، ولا يعمم على انا قلت في الجميع. الاول اه المستعين. عايز اقول لحضرتك وظيفتي عايز اقول لحضرتك ان لازم يبقى في نوع من الالتزام. انت النهارده اذا استحللت